السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اذا قبل ما ندوزو نعطيكم معلومات على هذه الشقه، فبغيت نقول لكم انه هاد الايام راني كنحط لكم قصص واقعيه في القناه، وغادي ان شاء الله تكون قصص كذلك اللي عندها علاقه بالعقار، على ناس في الواقع اللي تنصب عليهم ومشاو ليهم فلوسهم، وكيفاش اننا نردوا البال، وكيفاش اننا نتعاملوا مع بزاف ديال الحوايج اللي غادي يطيحوا قدامنا، ونكونوا عارفين راسنا اش كنديروا وفين كنحطوا رجلينا. اذا قصص فيهم افاده واستفاده بزاف، وباش تكونوا دائما رادين البال وما ينصب عليكم حتى شي واحد. فكنتمنى من جميع المتابعين ديالي سواء القدام ولا الجداد يديروا لي لايك وتعليق زوين، والله يسر الجميع. اذا بسم الله على بركه الله، ما نطولش عليكم بزاف، فندوزو نشرح لكم الشقه اللي غنبارطاجي معكم اليوم ان شاء الله. اذا بالنسبه لهاد الشقه اللي كنبارطاجي معكم اليوم، فهي غزاله وزوينه تبارك الله، وحتى الصلاح مصلوحه وكبيره ما شاء الله. وهذا الشيء اللي كنقول لكم انها مصلوحه فالصباغه راهم واقفين باقي بيديروا خدمتهم، يعني باقي هاد الدار غتصبغ وباقي شحال من حاجه غادي تقاد فيها، رغم انها ما فيها ما يتعيب وما فيها ما يتصايب. وحتى الموقع ديالها زوين وغزال وقريب لك كل شيء تبارك الله. المهم كاع الاسئله اللي كطرحوا عليا ديك واش قريبه ليها المدرسه، فهي فعلا قريبه ليها المدرسه، قريب ليها الجامع، قريب ليها الحمام، كاينه البنكه تحت منك، يعني كل شيء جميع المرافق اللي كيطيحوا لك على بالك فهي في موقع استراتيجي. يعني هاد المسائل كلها قريبه ليها. اون بليس دو سا كاين ترونسبورطا هو اللي قريب، ولا عندك شي سياره كاين الباركينغ فين تحط السياره ديالك. عاد زيد كذلك على انه الاقامه فيها كاميرات مراقبه، كاين لاسانسور وجات في الدوزيام ايطاج، وعندك واحد البالكون اللي هو مهوي وفيه الشميشه، يعني ما عندك ما تقنط فيها. الدار غزاله ما شاء الله، نقيه وكبيره، وحتى الفصاله فيها زوينه. هانتوما كيف ما شفتوا معايا البيوت راه فيهم بلاكارات، والصالون كبير ما شاء الله على الدخله، ونقيه ومصلوحه مزيان. المهم مول الدار قال لك بغى يزيد فيها صبيغه وبيزيد فيها شي حاجه من حقه، رغم انه كي قلت لكم راه ما فيها ما يتعيب ما فيها ما يتزاد. هنا كيف ما شفتوا معايا الكوزينه فيها بلاكارات، وعندنا فيها البالكون كذلك الا بغيتي تخرج تنشر شي حاجه. المهم مضويه الشميشه كي قلت لكم راه داخله للدار، كاينه بلاصه الماكينه، بلاصه تشوفوا، كاين فين تحت الثلاجه. المهم الدار زوينه ما شاء الله. غادي تسولوني اولا غادي يجي السؤال اللي كنتسول فيه دائما، لا من ناحيه الثمن ولا فين البلاصه فين جات. المهم انا بغيت نصور لكم الصراحه القدام ديال الاقامه وكل شيء، ولكن راكم عارفين غير المقوسه اللي عندي في هذه القناه. المهم بالنسبه لهاد الاقامه هذه اولا هاد الشقه هذه، فكتواجد اولا في مدينه مراكش. ثاني حاجه فهي في المسيره الثانيه، وجات في الشارع بلاصه زوينه وموقع زوين. الرقم ديالي راه ظاهر امامكم على الشاشه، اللي بغى يشوفها مرحبا والف مرحبا، ما كاين حتى شي مشكل. بالنسبه للطبقه فهي جات كي قلت لكم في الدوزيام ايطاج، وكاين المصعد وكاينين كاميرات المراقبه هنا في هذه الاقامه هذه. عندك بلاصه فين تحط السياره ديالك، يعني ما غاديش تلقى مشكل. بالنسبه للبيوت راكم شفتوهم كي دايرين كبار ما شاء الله، وكي قلت لكم راه فيها صالون وفيها جوج البيوت وفيها حمام وفيها مطبخ، والفصاله فيها زوينه تبارك الله. اذا غادي ندوزو للثمن ديال هاد الشقه. بالنسبه لهاد الشقه شوفوا بعدا معايا، شوفوا هاد البيت هذا تبارك الله قداش، شوفوا هاد البيت قداش. غتقولوا لي غزلان تلقينا عطينا الثمن، انا عارفاكم كنتسناو الثمن ديال هاد الشقه. هاد الشقه راه ماشي للرهن وانما الكرا بوحدو. مولاها كيطلب فيها 2800 درهم، يعني اللي هي 56,000 ريال. 56,000 ريال الكراء الشهري. وهنا هاد المنطقه هادي راه هادشي اللي كاين فيها، راه ابتداء الكرا فيها من 2200 من 2300 وانت طالع، لانه بالنسبه للشقه تختلف بطبيعه الحال الكرايه على حسب الشقق، واش شقه صغيره واش كبيره، واش جات في الطروازيام واش في الكاتريام واش في السانكيام
واش كاين لاسانسور، واش عندي فين نحط الطوموبيل. يعني كاع هاد العوامل كيدخلوا في الشقه. ملي كيجي بنادم كيبغي يسكن كيسول على هادشي كله، هو واش كاين فين نحط السياره ديالي، واش كاين فين نشر، وياك ما جات بعيده، ياك ما في السانكيام، ياك ما في الكاتريام، ياك ما هنا، ياك ما هنا. هذه شقه متوفر فيها كلشي، كاع دوك الاسئله اللي كيطيحوا لك في بالك فمتوفرين في هاد الشقه هذه. والثمن ديالها راه هو هذا اللي قلت لكم 2800 درهم. اللي بغاها مرحبا والف مرحبا. الرقم راه ظاهر امامكم على الشاشه، وكذلك كاين في صندوق الوصف. ونلاقيكم مع مول الدار وما كاين حتى شي مشكل. بغي نقص لكم شي حاجه انا ما نزيدكم غير الخير من عندي. المهم بالنسبه للبيوتا راه فيهم بلاكارات كيف ما كتشوفوا معايا، كلشي جديد وكلشي نقي. بالنسبه للموقع كي قلت لكم فين جات، راه كالم وزوين وقريب ليه كلشي. وحتى الساكنه اللي كاينين في هاد حتى الساكنه اللي كاينه في هاد الاقامه هادي فهما ناس الله يعمرها دار، على ما كيقول مولاها الله يعمرها دار. كلشي داخل سوق راسو، كلشي طرونكيل. وانتوما راه كتسولوني بغينا شي حاجه نقيه، شي حاجه كبيره، شي حاجه زوينه. حنا ما كيهمناش الثمن، انا جبت لكم النقي والزوين. والله الا بغيت نوريكم هاد البلاصه هادي زعما نصور لكم من البالكون، نصور لكم زعما لتحت باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش داير وفين جات وداكشي، ولكن راه ما يمكنش ليا هنايا، ما يمكنش نصور لكم الشارع ديال هاد الدار في القناه. الا بغيتوها مرحبا والف مرحبا، نديكم اسيدي حتى للدار وتشوفوها. والفصاله كي قلت لكم راه زوينه، وبالنسبه لشي عائله كبيره راه مزيانه لها. كاين عندنا لانترفون هنايا، سقوفه ما شاء الله راه كلشي نقي، حيوطه نقيين، الكبر راه كاين، بيوتا كبار، الدار مضويه مهويه، المسائل ديالها كلهم ناضيين. دايز ليها الانستالاسيون ديال كلشي، حتى الكليماتيزور الا بغيتي تركبو فهو كاين الانستالاسيون دايز، يعني ما عندك لاش تعذب ولا تكرفص. هادشي اللي كاين. وما تنساوش دائما ديروا لينا لايك الفيديو، بارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم باش تعم الفائده للجميع. واللي كيشوفنا اول مره اشترك عندنا في القناه، مرحبا بك. وراه دائما كنحطوا فيديوهات جداد ومشاريع جداد، وكذلك راه عندنا واحد المحتوى جديد اللي هو ديال القصص اللي متعلقه بقصص واقعيه، وكذلك قصص ديال العقارات، قصص ديال الناس حقيقيه اللي تواصلوا معايا وعاودوا لي الحكايات ديالهم. وهادشي كله ان شاء الله كنوجد ليه وغادي نحطو لكم في القناه. وهادشي اللي كاين في هذا الفيديو. وما تنساوش كانت معكم غزلان، قناه غزلان. بسلامه عليكم والى فيديو قادم ان شاء الله. وما تنساوش اللايك، وما تنساوش راه الرقم ظاهر امامكم على الشاشه، وكذلك راه كاين في صندوق الوصف. والله يسر للجميع. بسلامه عليكم والى فيديو اخر ان شاء الله.